من اول لما الحاله دي دخلت وبيحصل حاجات غريبه، لازم كلنا نمشي بسرعه ونقفل الدور ده لعند لما نعرف سرها وليه بيحصل كل الرعب ده بسببها. قصتنا النهاردة مغسلة أموات شغالة في مشرحة في مستشفى في قرية ريفية، وفي يوم جات لهم حالة قلبت كيان المستشفى كله، وبسببها اتقفل دور كامل. حصلت أغرب حاجة ممكن تسمعوه، ودي قصتنا النهاردة مستوحاة من قصة حقيقية. يلا بينا نعرف ايه اللي حصل، ويا ترى ايه هي الحالة اللي جات لهم اللي بسببها اتقفل دور كامل، وايه اللي حصل يوميه. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة، لكن مش قبل ما نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات تحت. ولو متابعيني على اليوتيوب ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصلك كل جديد من فيديوهات. قصتنا النهارده لمغسله اموات بتقول عمرها 45 سنه، شغاله مغسله في مشرحه في مستشفى، بقالها عمر لدرجة ان هم عينوها وبقت رئيس. بتقول الشغلانة دي انا اتعودت عليها وهي اتعودت عليا، زي ما بيقول بقيت عندي تناحة مش طبيعية من كتر الحالات اللي بتيجي واشكال والوان. خلاص انا كسبت تناحة لدرجة ان هم عينوني رئيسة، وكانوا كل فترة بيجيبوا لي بنات ادربهم. بنات طبعا بتورد عليا اشكال والوان، وكل واحدة فيهم بتبقى جاية وخايفة ومرعوبة لحد ما بتكسب تناحة زي. ففي يوم لقيتهم بيقولوا في بنت جديدة اتعينت وقلبها خفيف شوية وعايزينك انت اللي تدربيها يا ست الرئيس. قلت لهم ومال عيني هاتوهالي. البنت كانت داخله خايفه جدا ومرعوبه عماله تبص حواليها. قلت لها انت مالك خايفه كده ليه؟ امال لما تتدربي معايا وتغسلي الاموات هتعملي ايه يعني؟ قالت الصراحه يا ست الرئيسه انا بخاف من خيالي، انا لولا الحجه ما كنتش اشتغلت الشغلانه دي. قلت لها ليه؟ عمرك ما غسلت اموات قبل كده؟ لا ازاي، ده انا شاطره قوي هعجبك، ده انا غسلت اموات كتير قوي بس اموات عاديين مش اللي انت بتغسليهم دول. قلت لها ما تقلقيش، العاديين زي اللي احنا بنغسلهم عادي، ما تقلقيش وما تخافيش من اي حاجه. وبعدين انت معايا هتقلقي من ايه يا ستي؟ بكره تكسبي تناحه زي اللي قبلك. بتمنى يا ست الرئيس ربنا يخليك، انا حبيتك من اول ما وقفت معاكي كده. قلت لها ماشي، شكلك كده غلبيه وهتغلبين. كان دمها خفيف جدا. المهم دخلت معايا كذا تدريب وكانت بتبقى فعلا مرعوبه وميته في جلدها. فقعدت معايا حوالي شهر. وفي يوم واحنا قاعدين كنا نبطشية بالليل، والبنت الجديدة دي كانت معايا، وكنت ماسكة انا وهي نبطشية بالليل. واحنا قاعدين بنشرب كوباية الشاي لقيت مشرفة الدور جاية تجري عليا وبتقول لي الحقي يا ست الرئيس، الله يعينك انت نبطشية بالليل النهاردة على حظك. قلت لها خير في ايه؟ جايلك النهاردة حالة أدارك الله، الله يعينك عليها. قلت لها حالة ايه؟ انت ما دريتيش؟ قلت لها لا ما دريتش، ده البلد كلها مقلوبة من صباحية ربنا. ايه الدجالة اللي كانت مشيبة البلد كلها وأزيت بالأرض ماتت، الله يكحمها مطرح ما راحت. قلت لها ماتت؟ ماتت ازاي يعني؟ قالت لي ماتت، الجيران بقالهم كام يوم شامين ريحة وحشة، قالوا يمكن بتهبب حاجة من اللي بتهببه دي. المهم لما الريحة اشتدت قوي اتصلوا بالشرطة، والشرطة لما جت فتحوا عليها، اللهم احفظنا، لقوا نص جسمها اللي تحت محروق وجنبها جثتين محروقين. معرفش بقى، لسه هيشوف هل الجثتين دول كانوا عايشين واتحرقوا ولا كانوا ميتين وجايباهم بتعمل عليهم حاجة. الناس بتقول من كتر ما بتأذي الناس الجن أذاه، هو اللي عمل فيها كده. بيتها مش محروق خالص، هي بس الجزء اللي تحت المحروق والجثتين اللي جنبها المحروقين، غير كده مفيش اي حاجه محروقه. الكل مستغرب مش عارف ايه السبب، بس الكل بيقول ان اكيد الجن اللي ورا ده. قلت لها اللهم احفظنا. على العموم خلاص لقيت البنت اللي شغاله معايا بتقول لي يعني ايه؟ يعني احنا اللي هنغسلها النهارده؟ لا 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 انا مش هعرف اغسلها. قلت لها بقول لك ايه، انت شايفه في حاجه جت؟ لما تبقى تيجي والله اعلم، يمكن تيجي الصبح ولا حاجه تكون احنا مشينا وروحنا بيوت. اهدي كده، اهدي يا ربنا يستر يا ست الرئيس، انا اخاف اغسلها قوي. قلت لها ليه يعني؟ زيها زي غيرها؟ لا دي مش زي غيرها، دي كانت دجاله. ربنا يحفظنا يا رب. المهم جت الساعه 10 ولقيتهم بيقولوا لي جهازي الدجاله جايه وهتغسليها. لقيت البنت اللي معايا تقول ربنا يسترها، انا قلبي مقبوض الليله دي، انا عايزه اروح لعيالي، انا ما بحبش ورديه بالليل دي ابدا. قلت لها بقول لك ايه، هتهدي ولا تمشي تروحي؟ لا لا يا ست الرئيسه انا معاكي، اهو قلبنا يجمد كده ونستقوى ببعض. قلت لها طب يلا اجهزي معايا يلا. ساعتها دخلنا الاوضه
وقلت لها هاتيلي ميه وصابون، وهي بتجيب الميه والصابون فجأة الجثة فتحت عينيها. انا طبعا قلت لو هي جت وشافت المنظر ده هتطب ساكتة. قلت لها خليكي عندك وهاتيلي مسك وعنبر من عندك قبل ما تيجي، ورحت مقفلة عينيها. طبعا ساعتها كان يعني جسمها غريب جدا ومحروقة حروق غريبة جدا. قعدت اقول يا ساتر يا رب، كان قلبي مقبوض جدا. المهم البنت جت ومعاها المية والصابون والمسك والعنبر، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبتدي، لقينا نور الأوضة طفى. قالت يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، نور الأوضة طفى ليه؟ قلت لها في ايه؟ عادي الكهرباء قطعت. الكهرباء قطعت دلوقتي؟ مسك وعنبر ايه اللي انت عايزه تغسليه بيه؟ هي اخرها ميه وصابون، خلينا نخلص. المسك وعنبر قال. قلت لها بقول لك ايه، اهدي كده وروحي جيبي الكشافات من عندك هناك. كانت ماشيه ورجليها بتخبط في بعض، جابت الكشافات. فجأة النور جه. قلت لها خلاص النور جه اهو. قالت طب وبعدين يا ست الرئيس خلصينا بسرعه. قلت لها بقول لك ايه، انا مش عايزه كلام كتير. المهم فطبعا واحنا بنشتغل ففجأة النور قعد يعمل استزاز رهيب جدا، عمال يروح ويجي كده. البنت كانت مرعوبة وعمالة تترعش ومش عارفة تساعدني في أي حاجة. بقولك ايه يا ست الرئيسة، ايه رأيك ننادي الأمن من بره يجي يقف على الأوضة؟ افرض حصل لنا حاجة محدش هيحس بينا. قلت لها أمن ايه وراجل ايه اللي يجي يقف علل الأوضة؟ احنا بنغسل واحدة ست، هو هي دي ست برضه؟ مش عارفة، كل ما نيجي نغسلها بالمسك والعنبر حاجة تحصل. بقولك ايه يا ست الرئيس، غسليها عادي بالمية والصابون خلينا نخلص. قلت لها اسكتي خالص، انا مش عايزه اسمع حسك. الصراحه انا قلبي كان مقبوض وما خبيش عليكم، كنت خايفه زيها، بس كنت عامل نفسي قويه لحد ما خلصناها باعجوبه. خدت مننا وقت كبير جدا ومجهود رهيب. كنا خارجين من اوضه اكننا مضروبين علقه موت. تاني يوم كنت برضو نبطشيه بالليل. المهم جت الساعه 10 النور قطع في الدور كله، كان الدور بس الوحيد اللي النور فيه مقطوع. قلنا يمكن عطل ولا حاجة، ما حطناش في دماغنا. المهم بقى الغريب في الموضوع ان حصلت حاجات غريبة قوي الليلة دي. البيبان بقت تترزع وتتخبط وصريخ وحرارة اكن حد واقف جنبنا بالظبط. فضلنا نصرخ كلنا، كل اللي في الدور فضل يصرخ وطلع يجري. طبعا تاني يوم حصل نفس الكلام، وتالت يوم نفس الكلام، لدرجة ان المستشفى كلها ما بقاش ليها سيرة غير الدور ده واللي بيحصل فيه. اشمعنى حصل فيه كده؟ من بعد ما الدجالة اتغسلت وفي نفس الميعاد اللي الدجالة جت فيه. اكيد هي سبب في حاجة زي كده. طبعا ساعتها اشتكينا للمديرة وقلنا لها تشوف حل في الدور ده. فساعتها المديرة قالت ايه التخاريف اللي انتوا بتحكوها دي؟ ليه رابطين الاحداث بالدجالة؟ دي واحدة ماتت واندفنت خلاص، انا مش عايزة تخاريف. وبعدين انا هقعد معاكم الليلة دي وهشوف ايه اللي بيحصل وبعديها هقرر اعمل ايه. وفعلا طلعت قعدت معايا انا والبنت الليلة دي، وقمت عملت لها كوبايتين شاي. كل شوية ابص في الساعة والبنت كل شوية تقول اللهم احفظنا، ربنا يسترها ويعدي الليلة دي على خير. المهم جت الساعة 10 بالظبط الدور بالكامل النور قطع فيه، وبرضه بيبان بتترزع تتقفل والصريخ، لدرجة ان كان في حرارة مش طبيعية اكن حد واقف جنبنا. لقينا المديرة بتصرخ وبتجري على اخر الدور ونزلت جري على السلالم. تاني يوم كتبت تقرير ان الدور كامل يتقفل، والكل بقى مش عارف ايه تفسير اللي بيحصل ده. وبعديها بكام سنة كان عندنا عجز في الأوض، وقررنا ساعتها ان احنا نقفل الدور ده. لكن الكل والقرية كلها كانت مرعوبة وكله مش عايز يطلع الدور ده. ساعتها جبنا الشيوخ وقعدوا يقرأوا قرآن لحد ما الدور ما عادش فيه اي حاجة خالص، وابتدينا ان احنا نشتغل فيه. ودي قصتنا النهاردة مستوحاة من قصة حقيقية، وبنحكيها النهاردة للعبرة والعظة. زي ما بيقولوا كده، اللي بيأذي حد بيدوق من نفس الكاس. أذى طوب الأرض لحد ما اتأذت وبنفس الكاس اللي بتأذي بيه الناس، ومحدش كان عارف ايه سبب موتها الغريب ده. لكن اللي بيأذي حد نهايته بتبقى وحشة. تخيلوا كده دي نهايتها في الدنيا، امال في الآخرة هتبقى عاملة ازاي؟ يا ريت يا جماعة لما نتأذي ما نحاولش ان احنا نأذي غيرنا ونجري ورا أعمال الدجل والشعوذة.
عشان نرد الأذية أو نأذي حد أو نشفي غليلنا من ناحية حد. صدقوني آخرتها بتبقى وحشة. يا ريت تفوضوا أمركم لله، ربنا هو قادر إنه يجيب لكم حقكم، ولو ما عملتوش كده هتموتوا على معصية وشرك بالله، ودي الحاجة الوحيدة اللي ربنا ما بيقبلش منها توبة. وتخيلوا بقى تبقى نهايتكم كده في الدنيا، امال في الاخره تبقى عامله ازاي؟ عشان كده دايما ندعي ربنا انه يحسن ختامنا، وربنا يحسن ختامنا جميعا. ودي كانت قصتنا النهارده، يا رب تنال اعجابكم. مستنيه رايكم في الكومنتات.